بسم الله الرحمن الرحيم. درسين سلفان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. درسي سلفان للشيخ الألباني رحمه الله محمد ناصر الألباني كان كيسا. وأما الحديث جتشورا كأسنا فلا ميقفادا فلا شنفا. وأما الحديث الذي يذكره أمو حديثني إني إسا دبتو هما درا درسي دربي كيستي شرطيس واجبس ركنيسي فردي السناس وان هند أدباسني برجرة ملي ديمسا أكاتا مصنفين كتابة كان كيستي كاروراني رتي ديم هند سا دبني دبرسنيتي كنتوري اتيان سودان. وأما الحديث حديث وان الذي يذكره بعض المقلدين حديثي كان دبتو بعض المقلدين غري وراكم كان نما هردفنو جچو اي المتتبعين تتبع الاعمى اكجامان نما هركسو سن هردفتي كان بيكا دجدني نما هردفنو جرسون اني جري اوديسنو معزوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حال نيغم نبي تركي فماتين كان جري اوديسنو سن انس مال جچو من ترك سنتي لم تنله شفاعتي نمني سنة كان كو ديسه لم تنله شفاعتي شفاعن كو إسا هنرغتو جچون حديثة كيست جرى جدني ارغم ربي جدني نمني سنة صلاة سنة وجي سنة كان ديسه شفاعن كي إسا هنرغتو جد ارغمان جدني كان جرى رسول تركسنو سن فلا أصل له أصلهن قبو حديثني كوني جچون مالي حديثني موضوع رسول الله ركامي إن ثبتوا جچون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربي را أصلهن قبو إن ثبن جچون حديثني رسول الله جنة جچون. وما كان والنتئ كذلك أككن وان أصلهن قبن أكنا والنتئ جچون حديث وان أصلهن قبن فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم كما ارغما تركسون هم بقوا جچون. ماليف جنان خشية التقول عليه ارغما رتي جچه هنتان جچون صداچود اف جچه ماليفي وان هنتان ارغما رتي جچون هنتو ونيس جيراني مال جد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال من قال علي ما لم أقل من قال نمني جدي علي أنا رتي ما لم أقل وان أنهن جدي نمني جدي فليتبوأ قبفتو مقعده من النار تيسما سادا يبدرها قبفتو جدا. أكس جتشو مالي إخبار بمعنى أمر بمعنى الإخبار فقد يتبوأ كوان جديتي قبفتي جرا جتشو نمنسون نمني رغا مارتي صبا قبفتي جرا. هنا حديثني مسند إمام أحمد كيس جرا. الحديث في مسند أحمد حديثني أحمد بن كن حديث عثمان بن عفان قال ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه ولكن أشهد لسمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ارغما ربي را حديث دبرسهمو وننا دوهن جرو أنا فزات أودابون نوغو يوكا ما فزير جتشو دافن إيسو وننا دوي مال ملجد ارغما ربيتي حديثة كان جدون نغيه من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار جتشو كان إرى نغيه جدي حديثة عثمان بن عفان جتشو. وإن من نافلة القول دبل جتشار رايي أن أذكر أن دبتشون كي جاء محمد المؤلفين جتشودا أنني لم ألتزم أن أفن قبسي من جتشو دبتشون فيه مختصرة كان كيستي تبعا لأصله كتابة قداس أصلي أن الراقباب سنهرد فيه مذهبا معينا مذهبا بيكما توقفين قبسي فيه من المذاهب الأربعة مذهب أرفن الراجتشودا مذهبني أرفن أين جنان أكا إما مذهبا أفري جري الأربعة المتفقون على كل أصول الفقه أصلي فقه نرتي ولي قالوا لجري ولكن اختلفوا في بعض الفروع المسائل الفرعية قريب مسألة فرعية كستي والأبني جرس تكفار رتي الإمام أبو حنيفة نعمان ابن ثابت جدما إمام أبو حنيفة دا برا سديتما التي إبابشان تمتدو هجرارة مذهب نساء حنفي جدما بيكما مذهب كان إني itti oomishe yookaan immoo itti kaa'ee
madhabni kun kan itti irraa bahee mul'ate biyya Iraaq keessatti Bagdaadiin jechuudha achitti jechuudha. Lammaffaa irratti Maalik ibn Anas jedhama maqaan isaadha. Innillee bara 93 dhalatee bara 179 du'e. Madhabni isaa Maalikiyyaa jedhama. Madhaba kana kan inni itti kaa'e biyya Hijaaz keessatti Madiinaa Munawwaraa jechuudha. Sadaffaan Muhammad ibn Idriis Ash-Shaafi'i Sheekh Ash-Shaafi'i al-Imaam Ash-Shaafi'i jedhamee kan beekamu kana Muhammad ibn Idriis maqaan isaa kan inni dhalatee bara 150 baruma keessa Abu Haniifaan du'an sana keessa dhalate. Duuti isaa immoo bara 204 du'e. Madhabni isaadha Shaafi'iyyaa jedhamee beekama. Madhaba kana kan inni itti eegale yookaan kan itti kaa'e fi biyya Bagdaad keessatti ergantanaa madhaba kana biyya Misraatti illee itti dabale inni madhaba lama qaba. Arfaffaa irratti kan argamu Imaamu Ahmad ibn Hanbal jechuudha. Bara 164 dhalatee bara 241 du'e. Madhabni isaa Hanbalii jedhama. Madhaba kana kan inni itti kaa'e biyya Bagdaad keessatti. Jarri kun hundi isaaniitu gidduu walitti alaaqaa qabu, walirraan fagaatanu jechuudha. madhaba warra arfan kana keessa tokko fin qabsiisu jedhe muallifeen wa inma salaktu an kan seene fihi kitaba kana keessatti maslaka ahli alhadith seensa warra ahli alhadith warra hadisa qabatanu jechuudha hadisa qofaan deeman madhaba tokko to fin irkim alladhina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma thabata anhu sallallahu alayhi wasallam isanan of qabsiisanu sana hundawaan qabachuu kan of qabsiisanu bikulli ma thabata cufa waan rakkeeda anhu rasuularraa jechuudha min alhadith hadisarraa walidhalika kana fanjed ولذلك كنافو كان مذهبهم مذهب نساني أقوى من مذاهب غيرهم مذهب والركان الرجبا كنافت إيجل مذهب نورا أهل الحديث جتشوده كما شهد بذلك المنصفون أكما رقابها وري قدو كيس إلى لنو نبي قدو تلالنو من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل شيخ أبو الحسنات نمشي جدم اللي مع الجدي رقابه وكيف لا مئكمت أن وراء الحديث تفين الكيف نيجل وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم جري ورثة نبيوتات إرقامات آلني حقا ونواب شرعه صدقا شريعة رسول الله والربكبو يدقادان حشرنا الله في زمرتهم جماعة ساني كسة ربنها أوفو وأماتنا ربنها أجيسو على حبهم وسيرتهم ديمسا ساني الرتجال ساني رت ربنها أجيسو آمين ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل ربها مررفتو إمام أحمد بن حنبل إذ قال وقجل دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام أحمد الكسجل دين النبي دا محمد دين النبي محمد نبي الرابدل محمد يجولا خبران نفي أدودان نفي أي جاء بالأخبار القرآنية والحديثية والسنية يجولا جي أدو قرآن فديسات نفي نعم المطية وانقبت ميدي ممتؤون واتله نعم واتله المطية وانقبت ميدي ممتؤون للفتى دردراف آثار فاني إرقم رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا ترغبن هنجبين يا نمتش دقيسو أيها المخاطب هنجبني جد عن الحديث حديثا في وآله أهل حديثا الره أهل الحديث إنه أهل الحديث ور مذهب حديث ديمني ور مذهب أرفني لي الحديث ور حديث قبته وانتفي أستين شملا فالرأي ليل يادو في تندمون أكوان دكاناتي جد أي كظلمة الليل أكدكنا هالكنيتي والحديث نهار حديث قبتني ديمون نهار إفقوياتي حديث سكم الحديث المنقولة الصحيحة الثابتة حديث رقاتو تاتي كان نقلم تيروف تججل سكسي قبتني ديمون أكقوياتي إفقوياتي ججل ولربما جهل الفتاة أثر الهدى ولربما هدود أجل جهل الفتاة قربانك واللالي أثر الهدى فانك أجلت ماذا والشمس بازغة والشمس حال أدون بازغة أي طالعة باتو تاتين لها أنوار إسيداف افتحال جرون هدو كيرو داوكا هدون دردرادا
karaa qajeeltumaa kana wallaalee jiraa jedhe. Kanaaf biyya Dimishqaa Safar Muhammad ibn Nasruddin al-Albaaniitu barreesse. Kanaaf warri ahlal hadiis warra gararreedha. Namni illee madhaba hadiisaa hin qabanne akka dukkana halkaniiti jechuu kanarraa fudhanne jechuudha. Amma as boodaan musannifeeni maqsuuda isaatti seenaa istiqbaalul ka'bati asumatti xumurraa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah.